السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبين عيش سوري، هنعمل اللحمة المفرومة، هنعصجها الأول وبعدين نحطه في العيش السوري. أكل خفيف بدل الخضار والطبيخ والرز. هنحط مادة نباتية اهو قدامكم اهو، مادة نباتية عشان نعمل اللحمة. بعد ما نحط المادة النباتية حبة زيت هنحط البصل. هنحط البصل نقلبه حبة وبعدين نحط اللحمة المفرومة والفلفل المقطع اللي حطاه في الفريزر والجزر المقطع اهو. هنحط الاول الرز اهو، البصل الاول اهم حاجة، وهنعصج اللحمة قدامكم. قلنا هنعمل لحمة مفرومة عشان انا جايبة عيش سوري وهعمله فيه. اهي البصلاية اهي اتشوحت، وهقوم حاطة عليه الفلفل الاصفر والاخضر اهو، الاصفر والاحمر اهو الفلفل، وعندي جزرايه مقطعاها قدامكم اهي احطها بعمل زي الشاورما بالظبط. واقوم حاطه اللحمه المفرومه، الحته اللي هعمل بيها العيش السوري اهو، واستني اقلب كده لغايه ما اللحمه تتشوح وبعدين نتقابل سوا. السلام عليكم. دلوقتي معانا العيش السوري اهو، هنتنيه كده وهنعمله في الجريل ده. وادي عندنا لحمه معصجه اهي، ونشوف هنعمله ازاي. نحط حبه كده من اللحمه المفرومه ومن الجزر ومن الفلفل اللي احنا حطيناه على بعض قدامكم. وهنعمل كده اهو زي ما الراجل بره بتاع الشارع بره بيعمله اهو. حطينا حبه اهو، شفتوا؟ والاخر نتنيه كده بقى، نعمل ده كده ونعمل ده عكسه كده، نقفله قوي ونحطه في الجريل قدامكم. هنعمل واحد تاني اهو، هنتنيه نصين كده اهو، نصين اهو. حبه كتير كده، شفتوا كتير ازاي اهو. ونقلبه، نجيب دي للاخر ودي للاخر، ونقوم حاطينه على الجريلا بتاعتنا اللي احنا جايبينها الحديد اهو. سيبه بقى تعلم فيه. ممكن طريقه تانية زي ما انتم شايفين كده، ونعمله كده للاخر ونقوم مطبقينه كده. شايفين يا حبايبي؟ ونحط نار. ادي سندوتشات السوري باللحمه المفرومه، وادي الكريب السوري اللي احنا عاملينه اتغدينا بيه، والحبه الباقيين نتعشى بيهم. عملتهم ما شاء الله، بصوا عاملين ازاي. وحطيت خيار وطه نتعشى بيهم. واقول لكم السلام عليكم.